حكاية قديس وشهيد. عارفين البابا فيبيانوس بابا روما عمل إيه مع ملك داكيوس؟ الملك داكيوس كان ملك كافر وعابد للأصنام وكان بيكره المسيحيين، ولما عرف البابا فيبيانوس بكده كان بيقوي إيمان المسيحيين وبيقعد يكلمهم دايما عن ربنا يسوع المسيح، فكان إيمانهم قوي جدا لأن كان دايما وسط الشعب ودايما بيتكلم مع الشعب. فلما عرف الملك داكيوس عمل هيكل كبير جدا في وسط مدينة أفسس المسيحيين تدخل وكمان تقدم ذبائح للأصنام، لكن طبعا كانت الناس في الوقت ده إيمانها قوي فاستشهدت عدد كبير جدا من الشعب على اسم رب المجد يسوع المسيح. فلما عرف الملك بكده أمر إن هم يحضروا له البابا علشان كان عارف إن البابا هو اللي بيقوي إيمانهم. ولما حضروا البابا وراح مدينة أفسس اتكلم مع البابا وقال له يلا ادخل وقدم الذبائح للأصنام. فالبابا طبعا رفض وكمان قعد يقول له أصنام إيه اللي ولا بتسمع ولا بتتكلم؟ إحنا بنعبد إله حي، إلهنا اللي لما مات قام بعد 3 أيام. شوف الأصنام بتاعتك ولا بتسمع ولا بتتكلم ولا تقدر تعمل أي حاجة. فاتضايق راح أمر بعذاباته أشد العذابات، كان كل ما يعذبوه رب المجد يشفيه، وقعد فترة طويلة جدا يتعذب، وبعد كده أمر بقطع راسه بالسيف ونال إكليل الشهادة. وكان البابا جلس على الكرسي 12 سنة، وبركة البابا في بيانوس معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.